السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في قصه جديده. بغيت قبل ما نبدا القصه ديالنا ناكد عليكم باش تخليو الاراء ديالكم صاحبات القصه، حيت بصح اللي كيجي يعاود القصه ديالو هنا كيكون محتاج ليكم، محتاج للنصيحه ديالكم، محتاج لكلمه زوينه، اي حاجه جات من عندكم سمنو عسل. داكشي علاش ما نبخلوش على بعضياتنا وندخلوا مباشره في القصه ديالنا. انا واحد البنت اللي تزايت وسط واحد العائله ما خاصها حتى شي خير والحمد لله. كنا بين 4 ديال النفوس، هي امي وبا. كانوا عندي 2 خوتي ذكوره وواحد اختي بنت، وانا هي الرابعه هي امي وبا. كيف ما قلت لكم كنا عايشين في واحد المدينه اللي كانت كبيره شي شويه، قرينا الحمد لله، تثقفنا. الاب ديالي ما كان مخصص علينا حتى شي حاجه، الاب ديالي كان موظف وحتى الام ديالي كانت موظفه، يعني بجوج بهم كانوا خدامين، ماشي غير الاب ديالي بوحدو. الام ديالي والاب ديالي كانوا مشاركين في كل شيء في الحياه، مشاركين في الدراري، مشاركين في الحلوه قبل المره. يعني ملي كتشوفيهم كتلقاي ديك العائله المتحده المتواصله بين بعضياتها. امي وبا ما تزوجوش شي زواج اللي زعما عن حب ولا شي حاجه كانوا كيعرفوا بعضياتهم ولا لا لا، بالعكس تزوجوا واحد الزواج تقليدي 100%. امي كانت شفتها جداتي في السوق وكانت تعرفات عليها وعجباتها بزاف، وكانت قالت لها زعما عطيني فاش نهضر مع والديك وداك الشيء، وفعلا كانوا تواصلوا مع بعضياتهم وجات خطباتها البابا. واخا هكاك، واخا زعما الزواج ديالهم كان تقليدي وكل شيء، الا وانهم كانوا كيبغيو بعضياتهم من مورا ما تزوجوا وتعرفوا على بعضياتهم. كانوا زعما حبوا بعضياتهم واحد الحب اللي كان بريء جدا. كانت ماما ما كانش كتقول شي حاجه لبابا، وبابا كان كيرد عليها في وجهها، وكان كيثيق فيها واحد الثقه اللي عمياء. تخرج تمشي تتقدى الخدمه ديالها زعما تمشي ليها ما عندوش مشكل نهائيا، كان كيقول لها انا تايق فيك 100%. امي كانت كتخرجنا، كتلبسنا، كتدورنا كل شيء. يعني ما عمر با قال لها لا فين غاديه ولا منين جايه ولا ما تخرجيش، ولا ما كانش كيثيق فيها، ولا تجبد هو وياهم بيناتهم الصداع زعما على شي حاجه نهائيا. با كان واحد الانسان اللي مسالم جدا، وحتى امي كثر منه. يعني با الا ناض كيغوت وتعصب وشي حاجه امي كتسكت ما كتبقاش تهضر، امي الا ناض كتغوت وتعصبات وشي حاجه با كان كيسكت ما بقاش ما كيهضرش، يعني ما كيتجابدوش بيناتهم الصداع. فحنا فاش كبرنا في هذا الوسط، لكم من رايي انكم تشوفوا كيفاش كبرنا، كيفاش غتكون الشخصيه ديالنا. حنا بين خوتي وخواتاتي زعما اختي كنا واحد الدراري اللي ظريفين بزاف، لدرجه اننا والله العظيم كنا كنسمحوا في حقنا للناس غير باش ما نجبدوش الصداع، ما نجبدوش المشاكل. يعني فاش كنا مثلا مع العائله والدراري كيبقاو يدابزوا مع بعضياتهم ولا شي حاجه، حنا كنا كنسمحوا في بعضياتنا. مثلا شي واحد دار لينا شي حاجه وبدا كيبكي وهذا صافي كنسمحوا ليه فيها غير باش زعما ما يبقاش يبكي، فهمتي؟ يعني كنا مسالمين جدا، وحتى اننا كنا مقاربين مع بعضياتنا. انا واختي ما كناش كنتفارقوا، وحتى خوتي كذلك معنا، واخا كان بيناتنا واحد الفارق ديال السن، ولكن كنا عزاز على بعضياتنا لواحد الدرجه لا تصور، وكنا قراب من بعضياتنا بزاف بزاف. المهم كيف ما قلت لكم قرايتنا كانت قرايه اللي مزيانه. اصلا الام ديالي والاب ديالي خدامين موظفين، اذا راهم قراو، فكانوا بغاونا حتى حنا نقراو ونوصلوا لواحد المناصب. خوتي كاملين قراو، اختي وخوتي 2 دراري كلهم قراو وخداو مناصب زوينين ولله الحمد. الا انا قريت ولكن ما خديتش شي منصب اللي كان زوين. انا خدمت غير في واحد الشركه اللي كانت على قد الحال، واخا في ديك الشركه كنت كنضرب تماره الكحله. وثم بالضبط غنتعرف على واحد السيد، داك السيد اللي كان خدام في ديك الشركه، واحد الخدمه اللي كانت مزيانه بزاف. يعني كان واحد الحاجه كبر مني بزاف في وسط ديك الشركه. تعرفت عليه انا ما نحتاجش نشكر لكم راسي، كنت واحد البنيه اللي زوينه بزاف، واي واحد كان كيقدر يشوفني كان كيتزعط فيا. يعني كنت كنعجبو لا بالفورمه ديالي لا بالشكل ديالي لا بكل شيء. وفي ديك الشركه بالضبط كان شحال من واحد كان حاط عليا العين، وشحال من واحد كان جرب يهضر معايا، غير انا كنت دقيقه لواحد شويه. ماشي اي واحد كنهضر معاه، ماشي اي واحد كنعطيه وقت، ماشي اي واحد كنضيع معاه الحجره. بالعكس كنت كنقول انا هذا اللي غيبغيني راه ما غاديش يبقى يخيط بيا الدروبه وغادي يبقى بالميساجات والهضره، بالعكس غادي يجي نيشان لدارنا. كانت عندي هاد العقليه بحال هكا دايره. المهم السيد غادي يشوفني، غادي نعجبو، غادي في وسط الخدمه والاحتكاك اللي كيكون بيني وبينه في وسط الخدمه، السيد كيلوح ليا كلمات كيعبر فيهم على الاعجاب ديالو بيا، ولكن انا ما كنتش كنعبرو بزاف. يعني هو واخا كيقول دوك الكلمات انا كنت كنطمر، كندير راسي ما فاهماش، كندير راسي مكلخه. السيد فهمني، فهم انني انا كندير راسي مكلخه وبلي ما باغاش نهضر معاه. واحد النهار غادي يجيني نيشان غيقول لي شوفي يا بنت الناس، انا كنشوفك كي دايره في الخدمه، وكنشوفك داخله سوق راسك وما عندكش معاك كثرت الهضره والمحاكه وداك الشيء. قال لي انا عجبتيني، بغيتك الحلال. انا فاش قال لي بحال هكاك وديك بغيتك الحلال، قلت ليه بغيتيني
ولد الناس الحلال جا لدارنا قال لي واخا ما قلتي حتى كلمه العيب، عطاني غير نمره الاب ديالك وتسخري اللور. داكشي فعلا اللي درت في الاول. ما غنعطيش نمره الاب ديالي، عطيته نمره الاخ ديالي، قلت ليه هذه النمره ديال خويا هضر معاه. وانا مشيت عند خويا وعاودت ليه لافير كامله، يعني قلت ليه اودي ها شنو طرا والسيد راه معايا في الخدمه وها شنو قال لي وقال لي يا خويا ماشي مشكل غنهضر معاه. فعلا الدري غيهضر مع خويا وغيمشي يتلاقى معاه، غيمشي يتلاقى هو وياه في واحد القهوه وغيجلسوا وغيتحدثوا. فاش غيجي عندي خويا غيقول لي السيد كيبان فيه الله يعمر هضر، واش بغيتيني نتلاقي مع با؟ قلت ليه لاقيه معاه. السيد غادي يتلاقى مع الوالد ديالي غيدوي معاه، غيقول لي سيدي سيدي خطبها مرحبا بك. جا عندي الوالد ديالي قالها لي، قلت ليه زعما مرحبا به، حيت انا اصلا السيد فاش كنشوفو في الخدمه ما نكذبش عليكم السيد زوين في وجهه، عنده واحد الفصاله زوينه، يعني طويل ومقاد، السيد خدام خدمه زوينه. ديك الساعه انا باقي كاع ما عرفتش واش عنده دارو ودوك الامكانيات كامل، السيد عنده واحد الطوموبيل زوينه، وكيف ما قلت لكم في الخدمه كان كبر مني بزاف، يعني مرسم وكل شيء. فكان كيبان ليا زعما هوته، كان كيبان ليا واحد السيد اللي مزيان بزاف بالنسبه ليا. قلت للوالد ديالي الله يسخر. جا السيد خطبني من دارنا، جا هو ومو خواتاتو، كانوا عنده 2 خواتاتو و3 ديال خوتو. المهم جاو غير العيالات ديك الساعه، جات مو 2 خواتاتو جلسوا معانا هضروا كلشي، جابوا لي الخطبه تخطبنا. من بعد درنا ضريب الصداق غير انا وياه عند العدول. من بعد اللي درنا العرس ديالنا، العرس درته انا وياه، كان نص بالنص، هو عرض على العائله ديالو، انا عرضت على العائله ديالي. انا العرس كان داروا لي الاب ديالي، وكيف ما قلت لكم كانوا مشاركين بجوج في العرس. المهم تزوجت بداك ولد الناس ومشيت سكنت معاه، عنده البارطمه ديالو كانت مجهزه مفرشه بكل شيء ليها. يعني السيد فاش كتجي تشوفيه كتلقيه مناسب من جميع الجهات. وما نكذبش عليكم، فاش يلاه تكاتبت انا وياه وبديت انا وياه كنهضروا قبل ما نديروا العرس، كنت كنقول هذا هو، عرفتي ما يمكنش، كنت كنقول هذا هو السيد. كان كيدوي معايا بواحد الطريقه زوينه وكيحن فيا، وفي وسط الخدمه كيقول لي زعما كيدوي معايا بطريقه زوينه وكل شيء. غير انا فاش بغيت نتزوج به كان شرط عليا باش نجلس من الخدمه، وانا ما نكذبش عليكم انا ما كنتش باغا ديك الخدمه، وكانت ما كتبانش ليا هي زعما اللي غنكمل فيها حياتي كامله. انا كنت كنقول غنخدم في هذه الخدمه غير واحد شويه بيد ما لقيت البديل. ولكن فاش تزوجت به وقال لي غتجلسي بالخدمه، غتجلسي من الخدمه في مره، في الاول كنت معارضه هاد الحاجه، قلت لي نجلس من هاد الخدمه ولكن لا لقيت حاجه اخرى نخدم فيها. هو قال لي شوفي انا قاد بك، قاد بالمصاريف ديالك، قاد على الدار، قاد في كل شيء اللي انت ما غتحتاجيش انك تخدمي، ما غتعاونيني ما والو، اللي بغيتيها انت انا نعطيها لك، غير جلسي في الدار قابليها. قال لي نبغي نجي ندخل نلقى حويجاتي مصبنين، نلقى ميكله زوينه محطوطه فوق الطبله وكل شيء. في الاول انا رفضت، والدي امي بعدا رفضت رفض تام. خوتي كيقولوا لي انت دبري راسك، با كيقول لي اللي بان لك بنتي ديريه. فاش انا بقيت كنشوف السيد كيفاش كيتعامل معايا، كيف ما قلت لكم فاش تكاتبنا وبقينا كنهضروا، ما قال لي انا هاد الهضره حتى مورا ما تكاتبت انا وياه. وفاش بقينا كنهضروا كدا وهادي السيد ديال بصح وليت كنحس بشي حاجه تجاهه، فهمتي داك الحب دا كيتحرك بيناتنا. وكيف ما قلت لكم ما كان كيخسر ليا ما والو، فقلت ماشي مشكل، يعني غير الا كانت غير الخدمه اللي غادي تشبد بيناتنا المشاكل نجلس، والا طرات شي حاجه من المستقبل راه نقدر نخرج نخدم. انا الحمد لله بقرايتي وبكل شيء. داكشي اللي كان قلت ليه نجلس للارض. وفعلا فاش تزوجنا كيف ما قلت لكم مشيت عنده للدار، الدار كانت مفرشه دو ا زد، سيد مخصني حتى شي حاجه. بغيت نمشي للحمام كيعطيني 200 درهم، كيقول لي سيري تحمحمي مع راساتك. كنقول ليه بغيت نمشي للصالون باش نقاد شي حاجه، كيقول لي سيري. وفي واحد الوقت كنت قنط في الدار وجلست، زعما فاش جلست بزاف قلت ليه بغيت ندير لاصال نبقى نتحرك وكذا، ما قالش لي لا، دار لي لاصال. يعني كان وقتي عامر بداكشي اللي انا كنبغيه، وفي نفس الوقت عايشه واحد الحياه اللي مرتاحه بزاف. المشكل الوحيد اللي كان عندي هو هذا السيد كان متعلق بزاف في عائلته. ما كنهضرش على مو خواتاتو، ولكن كنهضر على خوالاتو بنات خالاتو. مثلا الا كنا في شي مجمع جالسين كيكونوا خوالاتو وبنات خالاتو، كتحسي بداك السيد هو وبنات خالاتو داكشي مداصرين مع بعضياتهم. انا ما كانش كيعجبني الحال فاش كنشوف بحال هكا. كاين فاش كنكونوا جالسين في شي مجمع كيبدا كيضحك مع شي بنت خالته ولا بحال هكا، ولا شي وحده كضربوا في كتفو بحال هكا، ولا فاش كانوا كيتلاقاو كيتسالموا بالوجه كامل. انا ما كانش كيعجبني الحال، ما نكذبش عليكم، حيت في عائلتي حنا ما تربيناش على داكشي. انا بين ولاد خوالاتي ولاد عمامي وداكشي كان بيناتنا الاحترام ديال بصح. حتى فاش كنا كنتلاقاو كنتسالموا من بعيد، وفاش كنجلسوا ما كنكثروش الضحك، ما كنكثروش
كنكثروش زعما ما كنكثروش داكشي الباسل بزاف. حنا هادشي اللي كنا مربيين عليه. الاب ديالي اصلا كان كيقولها لنا، كيقول لنا عليكم بالاحترام مع الدراري ديال العائله، وخوتي خلاص خوتي الا شافوك درتي غير شي شوفه في شي واحد ماشي هما، داك كانوا كيبقاو يغوتوا ويقولوا لك لا واحترمي راسك وانت ما احترمتيش. يعني انت كنتي كديري بوجه خوتك والعائله وكنتي كديري بوجه التربيه ديالك، وهما لا هادشي ما عندهمش. بالعكس هما عندهم الضحك وداك التريكيل وداك الشيء في الدم. كيجي يجلس حداها كتبقى مجمعه هي وياه، ضرب ليه في كتفو، ضرب ليه في يديه وباخر. يعني ما عندهمش المشكل. انا داكشي ما كنتش كنتقبلو، ما نكذبش عليكم. كان كيجيني داكشي ضحك بساله، ما نكذبش عليكم. كان كيجيني داكشي مياعه. شحال من مره كنوض انا وياه الصباح كنقول يا ولد الناس هادشي ما مسلكنيش. كيقول لي لا وحنا ولفنا بحال هكا وانتي غير ما ولفتيش وهادشي راه عادي وهما دايرين بحال خواتاتي، راه كبرنا مع بعضياتنا راه هادي. انا كنقول ليه شوف واخا كبرتوا مع بعضياتكم واخا كلشي، دابا انت راجل مزوج عليك بالاحترام. كيقول لي صافي لالا كوني هانيه. كيتسد الموضوع هنا، كيدوز شويه الوقت كنعاود نتلاقاو معاهم، كتعاود نفس الحاجه، كنعاود نوض انا وياه الصداع عاوتاني حتى صافي عيقوا عليا بهذا الشيء. واحد الوقت قلت لي شوفوا ولد الناس الا بقيتي كتعاود بحال هذا الشيء راه ما نكذبش عليك انا وياك راه ما غنكملوش. صافي تما حسيت بالسيد زعما تقرص من هذه الناحيه، فولا كيدير الحدود واحد شويه بينه وبين بنات خالته وداكشي. المهم ماشي هذه القصه ديالنا. انا كنعاود لكم غير اشنو المشاكل اللي كانوا بيني وبينه. من غير هادشي ما كان بيناتنا حتى شي مشكل ولله الحمد. المهم واحد النهار من بين يامات الله غادي تجي خالته غتعرض علينا اشنو ما شنو، غتقول لنا نتوما ما عمركم جيتوا عندي وتزوجتوا جديد وانا بغيت ندير لكم واحد العراضه، اجيو مرحبا بكم. فعلا هو جا عندي قالها لي. انا في الاول رفضت حيتاش ديك خالته بالضبط عندها واحد بنتها فين ما كنجلسوا في شي مجمع هي وراجلي وداكشي كان كيكون بيناتهم الضحك باسل بزاف. انا ما كنحملهاش بهذا المصطلح، حسبوها كيف ما بغيتوا. المهم جا عندي في الاول انا رفضت، من بعد هو بقى كيطلب فيا وعافاك وخالتي وما جاتش نردوها في وجهها وما غنجلسوش بزاف وغير تقنطي زعما غير تقنطي نغزيني ونوض انا وياك ما تخافيش هادي ما هادي. بقيت كنشوف حتى عييت وانا نقول ليه صافي ماشي مشكل. فعلا كنا مشينا ديت واحد الكيكه وسميتو مشيت عندهم يدي عامرين واحد البلاطوط الحلوه، دخلت سلمت عليهم جلسنا. كانت هي وبنتها وكان واحد ولدها كان جلس معنا واحد شويه. من بعد ولدها كان ناض مشى للخدمه وبقى راجلي زعما جالس وانا تغدينا وبقينا جالسين ضاحكين ناشطين مع بعضياتنا. المهم دوزت عندهم العشيه كامله. راجلي كان خرج ومن بعد عاود رجع. كان فاش بغى يخرج قلت ليه ديني معاك، ولكن خالته لصقاتني لصقه وحده قالت لي والو غتجلسي حتى غديري معنا كاسكروط وها هو غيمشي وغيعاود يرجع ليك وما عمركي ما جيتي عندنا وفرحنا حيت جيتي وعافاك وهادي وهادي وهادي. المهم جلست فعلا هو كيف ما قلت لكم خرج مشى حتى العشيه عاود جا جلسنا كنديروا في كاسكروط. في الجلسه اللي جالسين كنديروا كاسكروط غادي تجيب بنت خالته ديك اللي قلت لكم ما كنحملوش وغادي تبدا كتقول ما عرفتش فين هي السنسله ديالي وانا كنت حاطاها هنا والسنسله ديالي ما لقيتهاش وكذا. وبقات كتسمعني. ناضت ماماها كتقلب معاها فين حطيتيها مات فين حطيتيها. راجلي كيدور بجنابو فين حطيتيها ياك ما تكوني حطيتيها هنا. نضنا من بلايصنا نط انا من بلاصتي قلت لها ياك ما نكون جلست عليها ولا شي حاجه عادي انا يا بكل نيه حسنه. السيده كتقول لا انا حطيتها ما عرفتش شكون اللي هزها ما كايناش قلبت عليها تسعيت من الصباح وانا كنقلب عليها وما كاين حتى شي واحد براني معنا في الدار من غير فلانه عليا انا. وانا نشوف فيها قلت لها شنو كتقصدي؟ قالت لي ما تنقصد والو انا غير هضرت. قلت لها واش كتقصدي انني غنكون هزيت لك السلسله ديالك بغيتي تقلبي صافي قلبيه. قالت لي لا ماشي داكشي اللي قصدته. ويشوف فيها راجلي ما هضر ما تكلم. انا كنتسنى من راجلي انه يدافع عليا ولا يقول لي شي حاجه. السيد ما دواش. السيده كتقلب في جنابها كتقلب والسيد جالس ما كيدوي ما كيتكلم وهي كتقلب وهي كتلوح في الهضره. هي كتقلب وهي كتلوح في الهضره. واحد الوقت انا تعصبت وانا كنغز فيه باش ينوض ما بغاش ينوض وانا نوض. قلت لها اختي راه عيقتي عليا من الصباح وانت كتسمعني فاش كتقلبي راه الا كنتي كتسمعني عليا انا راه السلسله ديالك راه ما عنديش الحمد لله ما كبرتش في داكشي وانا يدي راه ماشي خفيفه. قلبيني كاع انت الا بغيتي ندخل انا وياك البيت حيدي لي حوايجي قلبيني كاع وقلبي لي صاكي. وانا ندور شفت فيه وقلت ليه انت ما غتهضرش. هو يقول لي ما عندي ما نقول زعما شنو غنقول. وانا نشوف فيه بحال هكا قلت ليه الله يسخر وانا نهز صاكي وضربت الباب. تابعني من اللور فلانه كنقول ليه درت عنده قلت ليه شنو. ويقول لي دابا نقول لك الا هزيتي السنسله عطيها ليا باش ردوها بلاتي هي احسن بلا زعما ما ترشيشوها ولا شي حاجه. بقيت واقفه كنشوف فيه وعيني تغرغروا بالدموع حتى باش انني نطق ندافع على راسي ولا نقول لي شي حاجه ما لقيتش كيفاش. ضربت فيه وزدت كيعيط ليا ما جاوبتوش نهائيا. مشيت شديت الطاكسي نيشان للدار حليت الباب نيشان لبيت النعاس كنعيط لوالديا
الو ما تالو، جات ماما جا بابا جاوبوني بعدا في التليفون، عاودت لهم شنو كاين، جاو كيجريو. غادي يجي راجلي قبل منهم غادي يقول لي انا راه ما قصدت والو كدا وهادي وهادي وهادي، انا غير قلت ما الا كنتي هزيتها قلت لي شوف دابا ما تهضرش معايا والديا جاي ندوي معاهم، لا علاش كبرتي الموضوع، علاش عيطتي ليهم وهذا الشيء ما يستاهلش وكدا وهادي وهادي وهادي. جاو والديا فعلا، جات ماما وبابا قال لهم اشنا هي زعما سولوها شنو واقع، انا عاودت لهم شنو كاين، حتى هو عاود لهم شنو كاين. والديا ما عجبهمش الحال، هزوني مشينا عند ديك البنت نيشا للدار، بنت خالته يعني، مشينا عند خالته. دخلنا عندها اش كاين ما كاين، قال ليها بابا وماما شوفي حنا غنجيبوا البوليس وغياخذوا البصمات وغيشوفوا شنو كاين باش نعرفوا السلسله كيفاش تهزات من الدار، المهم غنعيطوا على البوليس شويه. وهي بنت خالته فاش ذكروا البوليس وداكشي تنكرات وفهمتي كتبان لكم كتخضر وكتصفر سميتو، هي تقول لهم لا رانا لقيتها. كيفاش لقيتي؟ ما لقيتها وسط واحد الزيف مخبله. بقينا كنشوفوا فيها. قال ليها بابا واخا مني لقيتيها على سلامتك، وهي تقول لي المهم انا راه ما قصدتكش نتيا، انا اصلا ما قلتش سميتك، انا غير كنت كنهضر وصافي، والا فهمتيني غلط سمحي لي. انا ما بقيت كنشوف فيها، ما هضرت ما تكلمتش. هزوني والديا خرجنا من تما مشينا نيشان للدار، السيد تابعنا من اللور كيهضر، انا جمعت حويجاتي درتهم في باليزه. هو السيد لا علاش غديوها وانا راه ما قصدت والو كذا. هو يدور شوف في بابا ويقول ليه مني تهمتي ليا بنتي بالسرقه، ما قال لي شوف انت دابا ما قلتيش لها سرقتي ولكن لمحتي لها انها سرقتي. قال لي وبنتي ما ديال داكشي ما تستاهلوا. قال لي دابا برات بنتي توصلني. وداني بابا خرجني من تما، السيد كيطلب وكيزاوق كيعيط. مشينا وصلنا للدار، انا كنبكي ما بغاش تصرت ليا نهائيا انه قال لي بحال هكاك بديك الحرقه. واخا انا كنبغيه وكل شيء، ولكن داك الظلم اللي ظلمني وتيق بنت خالته وسميتو ما بغاش تصرت ليا نهائيا. صافي السيد كيصوني ليا في التليفون، كيصوني لبابا، كيصوني لخوتي، كيصوني لكل شيء. خوتي كيقولوا لي ما ترجعيش ليه، اختي كتقول لي ما ترجعيش ليه، واخا تعرفي تاكلي الماء والخبز، انت عندك قرايتك سيري دبري على خدمه، حنا ندبروا لك في خدمه، الا ما قديتيش تخدمي دابا جلسي للارض حنا نصرفوا عليك حتى تلقاي ما ديري لراسك، المهم ما ترجعيش ليه. وداكشي اللي كاين، ما رجعتش ليه. داز تقريبا دابا شهر ونص انايا في دارنا، وكنفكر باش انني نمشي ندفع الطلاق بوحدي، حيت هو باقي ما هضرش على الطلاق وما دواش واش انه هو اللي غيدفع ليا ولا غندفع لراسي. اصلا انا ما تنهضرش معاه، كيهضر غير مع والديا، وفاش تيهضر مع والديا تيقولوا ليه طلاق بنتني وصلنا، كيقول لهم انا ما نطلقهاش، انا كنبغيها وما نقدرش نتفرق عليها. من غير هذا الشيء ما كيقول حتى حاجه اخرى. انا ما عطيتوش فرصه انه يدوي معايا، وما نكذبش عليكم ما قداش حتى نشوف فيه الشوفه ديال انني ندوي معاه، ولا نشوف فيه الشوفه ديال انني وجهي يجي في وجهه ولا شي حاجه، ما قداش نهائيا. قلبي مجروح من جهته لواحد الدرجه ما تصورش، وكنفكر غير في الطلاق. هذا هو التفكير الوحيد اللي كنفكر فيه. بغيتكم تعطيوني الراي ديالكم، تقول لي شنو نقدر ندير، كيفاش نتعامل مع هذا الراجل، واش الطلاق كيبان لكم حتى نتوما انسب حل ليا، ولا نرجع لداري، واش غنقدر ننسى هذا الشيء اللي دار ليا هذا السيد واحد النهار. صراحه ما عرفتش شنو غندير. متتبعاتي هنا كنكونوا وصلنا للاخر ديال القصه ديالنا. خليو التعاليق ديالكم والنصائح ديالكم لصاحبات القصه حيت راها محتاجه لكم بزاف. ما تنسوش تدعموني. نتلاقاو في فيديو جديد وفي قصه جديده. بسلامه.